اسم استفادة رضوان القادري، رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، باحث دولي. أول شيء هو كنشكروا الإخوان اللي سهروا على تنظيم هذا اليوم الدراسي، خاصة جريدة معارف بريس وجميع الصحفيين والصحفيات الأجلاء. هذه كانت مناسبة سانحة أننا نتواصل مع الأخوات والإخوان في إطار المشروع الدولي لمواكبة الوضع الليبي، والذي يعرف بطبيعة الحال مواكبة قيمة وصريحة وجادة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصر الله، والتي تسعى إلى إيجاد حل توافقي منطقي لدولة ليبيا الشقيقة وكذا الشعب الليبي الذي نتمنى له كل الخير. الأهداف التي ترمي إليها أو الهدف المنشود الذي تقف إلى أو على إيجاد حل في إطار مجهودات الأمم المتحدة، يعمل الجميع مجاهدا على أن تكون الانتخابات في أقرب الآجال في دولة ليبيا الشقيقة كي نجعل حد للتجاوزات التي تعرفها المنطقة، لا على الصعيد السياسي والجيوسياسي ولا الأمني خاصة. وكما نتمنى من بعض الأطراف أنها تكون صريحة وصادقة كما هو الشأن بالمغرب أو للمملكة المغربية لما تقوم به من مجهودات على قصد إيجاد حل سريع ومنطقي لمستقبل ليبيا الشقيقة. نحن كمغاربة العالم ما لنا إلا أن نزكي ما يقوم به المغرب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك من مجهودات واقعية وبدون أبعاد